اول حاجة في الروتين خلصتها، وهي اني كل يوم اجري ربع ساعة تقريبا على الاقل. لو مش عندي وقت اجري ربع ساعة بس. تمام، يلا اخد شاور وارجع لكم. النهارده جريت ربع ساعة، دي حاجة بجد يعني بيرفكت. بيرفكت بجد يعني. عايزة بقى انتظم معاكم ال3 شهور الجايين دول، ان انا اجري كل يوم لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. النهاردة مشيت 10 دقايق وجريت 5 دقايق بس قلت في الاول كده عايزة اعمل خطوات بسيطة علشان ما اجيش في الاول اتعب وابقى ازود بعدين، علشان ما قلتش لا ستوب وبتاع. انا بستخدم كوريان برودكت بقالي تقريبا سنة، وبصراحة يعني the best بأمانة. يعني حاجتي تقريبا خلصتها 3 مرات في السنة كلها. يعني تقريبا ال one product بيقعد معاكوا 3 شهور. المفروض اني معايا مروحة لده بس مش معايا دلوقتي. والنوع ده من السكين كير للرؤوس اللي هي المفتوحة شوية. انا طبعا لما صحيت صليت الظهر، غسلت سناني، غسلت وشي وصليت الظهر. بصوا انا عامله ايه كده. خلاص فاضل بس السان سكرين. كل يوم مع بعض هنحط نفس المنتجات لحد ما تخلص ونجيب غيرها او نغيرها. ونجيب نفس البرودكت او نجيب برودكت مختلفة. عايزة اعمل شعري كيرلي علشان دي اكتر حاجة بحبها. استخدم جاست كونسيلر، مش بحب احط ميك اب كتير، مش بحب الفونديشن نهائي، مش عارفه ليه، بس يعني ببقى وحشه قوي قوي وانا حاطه فونديشن. بس انا عامله ايه ورايا؟ انا كاتبه كل حاجه هحققها في ال3 مانث الجايين دول. النهارده 1/10، فحاطه الحاجات اللي انا عايزه انفذها في شهر 10 11 12. اوكي، كنت بقرا دايما. انا بحب القرايه جدا، دي هوايه من هواياتي. كنت قلت ان انا بقرا كتب بس بالعربي مش بالانجلش، فقررت ان انا كل كتبي هتكون بالانجلش
واوريدي اشتريت كل الكتب بالانجلش. اشتريت تقريبا 20 كتاب. فحاولت ان انا اجي اقرا بالانجلش، مع ان انا يعني الانجلش بتاعي كويس. حسيت ان في كلمات صعبة جدا ومش عارفة ان انا اقراها بسهولة، وباخد وقت كبير جدا علشان بس اقرا صفحة واحدة. فقلت لا، انا لازم اتدرب على اني اقرا انجلش دايما وما اقراش عربي تاني. الخطوة دي كان لازم اعملها من بدري، ولكني كنت مأجلاها، وكنت بحب ان انا دايما استسهل يعني امسك الكتاب بالعربي او بالانجلش. طبعا بختار العربي لانه اسهل ليا، my mother language. ف بحس ان المعلومة هتوصل لي اسرع وهفهم اكتر وكده. بس طبعا يعني غلطت اني ما بدأتش من بدري، بس it's okay. في ابلكيشن اسمه ستوريا. الابلكيشن ده بيعلم انجلش، بس في ميزة حلوة قوي انه عمل خاصية جديدة، وهي انكم تفتحوا الابلكيشن، هتلاقوا تحت من الحاجات اللي موجودة هتلاقوا فيها كتب تنمية بشرية. الكتب التنمية البشرية دي بتقروها، واي كلمة انتم مش فاهمينها او صعبة عليكم بس تضغطوا على الكلمة وبتظهر معناها، وكده تقدروا تقروا انجلش بكل سهولة. طيب البلان بقى اللي انا حطيتها، اللي انا هعملها ان شاء الله في شهر 10 و11 و12 تقريبا. الابلكيشن عليه 25 كتاب تقريبا. فانا قلت ان انا هقرا كتاب كل يومين، يعني القرايه بتكون سهله جدا. بيجيب لك الكتاب شابتر شابتر، تخلصي الشابتر بيجيب لك اللي بعديه. اوكي، it's really amazing. فتقدري ان انت تقري براحتك. عايزه تخلي الكتاب تقريه على مدار شهر، على مدار يوم، براحتك جدا. كل كلمه انت مش فاهماها بتضغطي بس عليها بيجيب لك الترجمه بتاعتها. قلت كمان هعمل ايه؟ الرياضه مش هوقفها. اوكي، انا الحمد لله جسمي كويس بيرفكت، بس انا مش بعمل رياضه نهائي الحمد لله، ده بدون اي مجهود. فقلت لا، انا حتى لو جسمي كويس لازم اعمل رياضه كل يوم، علشان انا اقل مجهود بعمله بتعب. يعني مش بقدر ان انا اطلع سلم مثلا عالي او ابذل مجهود كتير او امشي كتير. بحس ان انا تعبانه، لا انا عايزه اقعد. لو عملت رياضه مثلا بحس ان كده كتير وان انا عايزه اريح. لا مفيش كده تاني، لازم اعمل رياضه كل يوم. اوكي، طبعا انتوا معايا. النهارده 1/10، لازم تتحركي. انا كده عملت الميك اب بتاعي سوزامبل، اجيلك تاني. انا اللي خلاني اتحرك لما ادركت ان مفيش وقت.